الفكرة ما لهاش لازمة لو مش معاها الحاجات، فأهلًا بيكم في سلسلة The Creative Mode الحلقة التالتة. أول ما بدأت الصفحة بتاعتي كانت لسبب واحد بصراحة، وهو إن كان عندي أفكار حلوة وكنت باعرف أتخيل الحاجة بشكل معين وعارفة التسلسل اللي أنا هامشي عليه، بس كانت معطلاني حاجة واحدة بس، وهو إن أنا بصراحة كنت خايفة أبدأ، لإن أنا كنت خايفة إن التركيز كله يبقى عليَّ، سواء من أهلي، سواء من صحابي لمّا كنت في المدرسة يعني وقت ما بدأت، كنت في بالي اللي هو إيه، لازم أي حاجة تنزل تبقى perfect. وبالفعل الموضوع أخد وقت طويل شوية، بس قبل ما ابتدي أنزّل بأسبوع الموضوع كبر أوي، أوي في دماغي، لدرجة إن أنا ما كنتش باعرف أنام. بس بعدين لمّا جيت نزّلت أول post اكتشفت إن الموضوع العكس تمامًا، ولحُسن حظي إن أنا أدركت الموضوع ده بدري، ولولا توفيق ربنا في إن أنا اتجرأت ونزّلت الأفكار بتاعتي، بجد ما كنتش هاعرف أعبّر عنها وكانت بقى هتتدفن بعيد. فالفكرة لوحدها مش كفاية، حتى لو الفكرة تحفة، لو أنت ما اتجرأتش ونفذتها، لو أنت ما اتجرأتش إن أنت تخرج من الcomfort zone بتاعتك، الموضوع ما لوش أي لازمة. ممكن الموضوع ما يضبطش فعلًا، بس أنت ساعتها مش خسران حاجة، ولكن في احتمال برضه إن هي تضبط. فالcreativity هي فكرة حلوة بس أنت نفذتها، لو فكرة حلوة وأنت ما نفذتهاش فأنت ما عملتش أي حاجة. ولكن هييجي سؤال تاني بقى، إزاي بقى الفكرة بتاعتي تبقى حلوة، تبقى creative؟ ده بقى اللي هاقوله في الepisode الجاية، فما تنسوش تعملوا follow علشان تشوفوا إزاي ممكن نخلّي الفكرة بتاعتنا creative.